يونت 11 بقى يا دكتوره، اللي هو ان شاء الله لا محاله جمله جايه في الامتحان وبدرجتين عليه. ايه فكرته؟ اقول لك فكرته عشان بحبك. تعالى هقول لك اللي انا قلته لك قبل كده يا دكتوره. كنا احنا متفقين ان الراجل بيجيب لي جمله ويجيب لي بعد كده نقط والجمله الثانيه ويديني في الاختيارات هو ويتش وير وين. كنت انا قايل لك مفتاح كده الصح. انا كطالب ثانويه عامه لازم اتعامل الصح عربي. طب انا راجل في الكنافه يا عم، اقدر اتعامل معاها ازاي؟ قال لك جنابك هتبص على الكلمه اللي قبل الاختيارات والكلمه اللي بعد الاختيارات. 90% من الجمل اقدر اختارها بالطريقه دي، 90% الا بقى بعض الجمل كده وبرضه انا هتكلم عليهم. بص يا عمي، هعمل لك جدول تحطه جوه قلبك، وطبعا طلبه عارفه ان الكلام ده غايه في الاهميه. ايه الجدول ده؟ الخانه الاولى دي هعتبرها الكلمه اللي هي قبل الاختيارات على طول، اللي انا لسه عامل لك عليها دايره. طب الخانه اللي في النص ده هعتبره هو ضمير الوصل اللي انا هختاره، اللي هو مثلا هو او هوم او which that whose. وهلعب لك دلوقتي على بتوع الاماكن بطريقه شيك. طيب بص يا سيدي، امتى يا مستر اختار هو؟ انت عارف ان هو بمعنى ايه؟ لا سيبك بقى من الذي والتي، اعرفها ان هي بمعنى اللي، وهوم اللي، وويتش اللي. بص كده، ده الراجل ايه سرق العربيه. ما بقولش الراجل الذي سرق، بقول ده الراجل اللي سرق العربيه. عاوز تقول الذي قول هذا هو الرجل الذي سرق العربه. طبعا انت ما بتقولش كده، دي العربيه ايه احمد اشتراها، اللي احمد اشتراها. طيب انت عارف جنابك ان هو دي بتاعت ايه؟ بتاعت العاقل. يبقى طبيعي ان لازم قبلها عاقل، لازم طب وهوم برضو بتاعت العاقل، لازم قبلها عاقل. طب ايه الفرق ما بين هو وهوم؟ بص يا سيدي، قال لك كلمه هو ممكن يجي وراها حاجه من ثلاثه: فعل او اسم او ضمير. طب هوم بيجي بعدها اسم او ضمير، ما يجيش بعدها فعل ابدا. كان لها اسباب كده شارحين بالتفصيل، لان هي عمرها ما بتحل محل الفاعل، هي بتحل محل المفعول، فعشان كده بيجي وراها اسم او ضمير. كبر دماغك دلوقتي بيجيب من الاخر. يبقى انا ملاحظ حاجه يا مستر، ان هو كده ممكن يجي وراهم اسم او ضمير. هل ينفع يجيبهم مع بعض في الاختيارات؟ لا خالص، لا الا في حاله واحده. ايه الحاله بقى؟ بص كده يا دكتوره، يقول لي this is the boy، هذا هو الولد، with نقط I went to the club. تعالى كده نشوف ايه الكلمه اللي قبل النقط وايه الكلمه اللي بعدها. قبلها with حرف جر، سيبك منه دلوقتي. بوي عاقل، ده اللي يخصني، عندي عاقل. طب بص بعد النقط الاي ده عباره عن ضمير. ايه ده يا مستر؟ ده انا ممكن عندي ضمير، يعني ممكن هو او هوم، وطبعا انت عارف ان اختهم مين؟ ذات. طب هو جاب لي بقى في الاختيارات هو، وجاب لي هوم، وجاب لي ذات. ايه فكرتك انت يا جمله؟ قال لي لجنابك ان طالما في حرف جر لازق يعني جاي وراه على طول، في حرف جر لازق في العاقل، في الحاله دي انا لازم استخدم كلمه هوم. يعني افهم من كده ان هو ما بيجيش قبلها حرف جر ابدا خالص. مش حاجه اسمها with هو، مش حاجه اسمها فور هو. امال لو عاقل وحرف جر يبقى هوم. طب ذات برضو ما بيجيش قبلها حرف جر ابدا. مفيش حاجه اسمها فور ذات، ولا في حاجه اسمها باي ذات، مفيش. يبقى معنى كده ان دي حاله بقى خاصه زياده لهوم، اللي هي ايه؟ عاقل ولازق فيه حرف جر. تمام؟ هنا خلي بالك، هنا بيبقى النقط هنا. ماشي. يبقى لو عندي عاقل وفعل يبقى دي هو، ما لقيتش هو يبقى ذات. طب عاقل واسم او ضمير، هو او هوم او ذات، اي واحد. طب عاقل ولازق فيه حرف جر على طول يبقى هوم بس. تمام. طب ويتش وذات الاثنين اخوات بتاعت غير العاقل، يبقى لازم قبل النقط غير عاقل. 100 100. طب بعد النقط زي هو بالظبط، فعل او اسم او ضمير.
طب يا مستر ما لقيتش which، يبقى اختار that. بص كده الجمله، this is the car، ده دي العربيه، ادي غير عاقل. by نقط علي went to school، علي راح المدرسه. طبعا مش هكتب بقى هو ولا هم، لان طبعا دي غير عاقل. وجاب لي في الاختيارات اللي انا هفكر فيهم which ولا افكر في ذات. قال لي لجنبك تعال نبص، كار ده غير عاقل ولازق فيه حرف جر. طب ما يا مستر اختار ايه في الحاله دي؟ دي حاله خاصه لويتش. طب ذات لا ليه؟ ما انا لسه قايل لك فوق ان ذات ما بيجيش قبلها حرف جر نهائي. يبقى كده غير عاقل وحرف جر لازق فيه ويتش، عاقل ولازق حرف الجر فيه هوم، دي حالات خاصه ليهم. اسمعني بقى كده في السريع، يعني معنى كده يا مستر ان في حالات لا نستخدم ذات. كم حاله؟ 2. ابعد عن ذات خالص. اول حاله لسه قايلينها فوق اللي هي مين؟ لو قبلها حرف جر ما ينفعش ابدا اختار ذات. ايه كمان؟ حاجه بنسميها الجمله الاعتراضيه. ده الصح يعني، اللي احنا بنقولها للطلبه ايه عشان ما تغلطش فيها. اول ما تلاقي يا ابني كما وبعد كده النقط، هو المفروض في كما تاني بس انا بقول لك هو من الاخر، لقيت كما قبل النقط ابعد عن ذات خالص. يبقى ذات ما بتجيش في حاجتين، قبلها حرف جر او في جمله اعتراضيه. طب هو ما بتجيش في حاله جدع اللي هي لو قبلها حرف جر. طيب يبقى دلوقتي عاقل وحرف جر هوم، غير عاقل وحرف جر ويتش. في حالات بقى انت لسه قايل لي ان ذات ما بتجيش مع دول، لا ده في حالات لازم اختار ذات يا ابن الناس. ايه يا مستر؟ قال لك لو لقيت في الجمله الاولى، يعني معنى كده الجمله الثانيه باي باي ما تخصنيش، لو لقيت في الجمله الاولى ايه يا عمي؟ لو لقيت كلمه all اللي هي كل، لو لقيت كلمه only اللي هي فقط، لو لقيت اي كلمه من عائله thing everything something، كل دول بختار معاهم كلمه ذات. ايه تاني؟ قال لك لو لقيت superlative اسلوب تفضيل، اسلوب تفضيل اللي هو ايه اسلوب التفضيل؟ اللي هو المقارنه ما بين واحد ومجموعه. ذا الصفه est او نشيل دي دلوقتي، او لو كانت مقارنه ما بين واحد ومجموعه اللي هي صفه اكتر من مقطع، يعني the most او the least والصفه. قال لك في الحالات دي انا ما ينفعش استخدم غير ذات، لازم ذات. ايه تاني يا سيدي؟ قال لك لو لقيت حاجه بنسميها الاعداد التكراريه، الاول والثاني والثالث، في الحاله دي بنستخدم ذات. اسلوب اسمه confirmation توكيد، عارفه ده مستر بتاع I am sure وبتاع certainly او certainly definitely. لا لا لا، اسلوب التوكيد ده هتلاقي الجمله يا دكتوره بادئه بكلمه it's اللي هي it is او it was وبتيجي بمعنى انه ويجي وراها عاقل او غير عاقل. يعني ايه يا مستر؟ اتس او ات واز ويجي وراها عاقل او غير عاقل او مكان وبمعنى انه. ببقى انا عاوز اكد ان البني ادم او المكان او الحاجه اللي في الجمله الثانيه هو اللي عمل الكلام ده. مش فاهم لما اقول لك اتس احمد زويل، انه احمد زويل that discovered the femtosecond، اللي اكتشف الفيمتوثانيه. يبقى انا باكد في الحاله دي ان اللي اكتشف الفيمتوثانيه هو احمد زويل. الذكار ده دي العربيه ذات هيت علي اللي خبطت علي، يبقى انا باكد انها العربيه دي. اتس ذا فاكتوري ادي مكان، انه المصنع ذات اللي employs a lot of people اللي بيوظف ناس كتير، يبقى انا باكد ان هو المصنع ده مش مصنع تاني غيره. جدول ده سريعا اسكرينيه كده تذاكرها بيه بسرعه. تمام. بص بقى يا دكتور، في كلمه اسمها هوز. هوز بتاعت ايه؟ هوز بتاعت الملكيه. بيبقى قبلها مين يا مستر؟ بيبقى قبلها المالك وبعدها اسم مملوك، ولازم الاسم المملوك ده لازم يبقى عائد على المالك. يعني قصدك ايه؟ This is the man، هذا هو الرجل whose car
اللي عربيته was stolen. عربية مين؟ عربية الراجل. This is the cat. ده دي القطة. who steal اللي ديلها مثلا الشورت قصير. ديل مين؟ ديل القطة. This is the factory. ده المصنع. whose workers اللي عماله. يبقى دايما الاسم مملوك عائد عليه. يجيب لي شلوك كده صغنن يقول لي ايه؟ This is the man. هذا هو الرجل. نقط car was stolen. This is the man. هذا هو الرجل. نقط car we went to the club. يقول لي this is the man. هذا هو الرجل. ماشي. نقط the car was stolen from him. بص بقى المعاني هنا يا دكتور. انا ملاحظ كله زمان وبعد كده كار ذا كار. نقف اول حاجه نمسك دي. قال لك يا مستر طب ما العربيه دي بتاعته. حذاري اوعى تختار هوز ابدا طالما الجمله مش جاي بعدها الاسم المملوك على طول. يعني لو جاب لي ماي كار لا، ذا كار لا، يعني مفيش حاجه اسمها ده الواد هوز ذا كار اللي العربيه، لا انا اقول هوز كار هوز صن. تمام؟ يبقى لازم الملكيه دي وراها الاسم المملوك على طول. طب دي اختارها ايه؟ ده الراجل ايه العربيه اتسرقت منه. ده عربي ايه؟ ده الراجل اللي العربيه اتسرقت منه. بدل انا كنت بقوله في السبوره الاولى. زمان ادي عاقل وبعدها اسم. يبقى هنا هختار هو او هوم او ذات. متفرقش بالنسبه لي. تعالى بقى هنا. This is the man. هذا هو الرجل كار. يبقى عاوز اقول عربيته. هذا هو الرجل كار. عاوز اقول عربيته. يبقى انا كده بفكر في الملكيه اللي هي هوز. تعالى بقى الفرق الصغنن. ده الراجل ايه كار ووز ستولن. ايه عربيه اتسرقت بالعربي. ده الراجل اللي عربيته اتسرقت. يبقى هنا whose car was stolen. ايه معنى whose car؟ عربيته عشان هحتاجها دلوقتي. تعالى بقى دي. This is the man. ده الراجل. ايه كار؟ ايه عربيه؟ we went to the club. رحنا النادي. بالله عليك ينفع اقول لك هذا هو الرجل اللي عربيته احنا رحنا الى النادي؟ لا. امال اقول ايه؟ ده الراجل اللي بعربيته احنا رحنا النادي. عاوز تقول ايه؟ ان ممكن يبقى في حرف جر قبل كلمه هوز. اللي بعربيته يبقى باي هوز كار. اللي في عربيته ان هوز كار. ما عنديش اي مشكله خالص. يبقى كده 3 لحد دلوقتي بتوع حرف جر. ايه؟ هم قبلها حرف جر مع العاقل. which قبلها حرف جر مع غير العاقل. whose قبلها حرف جر مع الملكيه. ماشي يا عمي. تعال بقى للمكان وللزمن. هربطهم لك دلوقتي بقوانين في منتهى السهوله. ايه يا دكتوره؟ لما الراجل يجي يقول لك هو انت مع المكان يا ابني في ضمائر الوصف بتستخدم ايه؟ كانك بتقول له وير. انت كده لسه صغنن في اولى اعدادي. طب الزمن وين؟ كلام عبيط. قال لك مع المكان انا ممكن استخدم وير زي ما جنابك قلت. ممكن استخدم which. ممكن استخدم that. انت من اهم حاجه العربي بقى هنا. where لو بمعنى حيث. طب which او that بمعنى اللي. دي بعض الطلبه بتلاقيها صعبه شويه لما بيجي يتعامل مع الجمله عربي. مثلا ايش معايا؟ ده او هذا هو المنزل ايه تربيت. بالله عليك ما تزودش اي كلمه غير اللي موجود. بص كده. هذا هو المنزل ايه تربيت. ينفع اقول لك هذا هو المنزل اللي تربيت؟ لا. هذا هو المنزل حيث تربيت. يبقى هنا وير. طب هذا هو المنزل ايه بنيت. اقول حيث بنيت. هذا هو المنزل اللي بنيته. يبقى في الحاله دي بستخدم ويتش او ذات. مستر مش هعرف والله. بص بقى القوانين اللي عمر ما تخرج فكره عنهم في المكان. 4 قوانين يا دكتوره هتلاقي دايما قبل النقط. انا بتكلم على المكان. دول بقى كده ايه وادعي لي. بعد النقط زي ما احنا متفقين في الجدول في البدايه
اللي هو يا اما فعل او اسم او ضمير. اول قانون هكتبه مكان وعندي بعد النقط فعل، اي فعل بقى، يصنع، اذ، يكون، اي حاجه. طب لو بعدها اسم او ضمير، اسم او ضمير، اسم او ضمير، صلى على رسولك. قال لك لو لقيت يا ابن الناس قبل النقط على طول مكان وبعدها فعل، في الحاله دي انا هختار ويتش او ذات وانا نايم ولا افكر، مش هيبقى في فرق ما بينهم، الا بقى لو كان جايب لك بقى كاما والكلام ده مش هينفع ذات. طيب انت ليه بتقول ويتش او ذات؟ تعالى عربي. هذه هي الشركه توظف العديد من الموظفين او من الناس. هذه هي الشركه حيث توظف العديد من الناس؟ لا، ده دي الشركه اللي بتوظف العديد من الناس، يبقى ويتش او ذات. طيب لو جاي بقى مكان يا ابن الناس ولازق في المكان ده قبل نقط حرف جر، حرف جر، في الحاله دي انا هستخدم ويتش فقط. in which، at which، for which. يبقى لو مكان ولازق في حرف جر يبقى which. طب افرض مكان وعندي اسم او ضمير بس في الجمله الثانيه في عندي حرف جر عائد على المكان. هذا هو المنزل اتربيت فيه، اللي اتربيت فيه. في الحاله دي هستخدم which او that. ثواني بقى عشان اشوف الفرق ما بين القانونين دول. يبقى لو المكان لازق فيه حرف جر على طول ويتش بس. طب مكان وعندي اسم او ضمير وعندي حرف جر ويتش او ذات، مفيش فرق. دي بقى اللي هنتعبك فيها، معلش يا اخويا. لو عندك اسم او ضمير ولا يوجد، ما عنديش حرف جر، بالله عليك دي بقى حسب المعنى. لو قلت حيث قول وير، لو قلت اللي قول ويتش او ذات. ده بالنسبه للمكان. بالنسبه بقى يا دكتوره للزمن، الزمن بنستخدم كلمه اسمها when، بنستخدم كلمه اسمها which او that. ايه ده نفس الكلام؟ ده انا هدلعك، ده نفس القوانين يا ابني، بس مكان كلمه مكان زمن او وقت. بعد النقط فعل، ادي زمن او وقت وعندي حرف جر وبعد كده اسم او ضمير. وقت اسم او ضمير، ويوجد حرف جر. وقت اسم او ضمير، لا يوجد حرف جر، ما عنديش حرف جر. نفس الكلام بالظبط. لو لقيت زمن وقت وبعد النقط فعل، في الحاله دي جنابك اختار ويتش او ذات. طب المكان ولازق فيه حرف جر، وانت عارف من الصفاء في كي جي 1 قايله لك ان الازمنه دي اللي هو ايه؟ ايام، شهور، ساعات. اون، ان، ات، مع اليوم اون، مع السنه او الشهر ان، مع الساعه ات. لو لقيت جنابك وقت ولازق فيه حرف جر يبقى دي ويتش بس. طب لو لقيت وقت وعندي اسم او ضمير والناحيه الثانيه في حرف جر عائد على المكان، على الزمن، لازم يكون عائد على الكلمه، يبقى هنا which او ذات. طب وقت وعندي اسم او ضمير وما عنديش حرف جر، حسب المعنى. يعني ايه حسب المعنى؟ لو جنابك قلت حيث قول وين، لو قلت اللي قول which. تمام؟ كل ده بالنسبه لي انا مهم جدا. عندي اهم معلومه في الدرس اللي هو الراجل جابها يجي 60 مره يا دكتوره. ايه يا سيدي؟ اللي هي النقطه بتاعت حذف ضمير الوصل. ايه بقى حذف ضمير الوصل دي؟ مثلا شكسبير، نقط، اي حاجه، اي قصه. كينج لير ماله was a famous playwright، كان كاتب مسرحي مشهور. تمام؟ لما اقول لك كينج لير نقط ان اي بقى سنه وفيه لا فوق اي سنه، مالها was a famous novel. الطبيعي بقى يا دكتوره ان يقول لي شكسبير ادي عاقل، كينج لير، وجايب لي بقى في الاختيارات ايه؟ who writes
who is writing written بص واحده واحده. شكسبير عاوز اقول اللي كتب ولا اللي اتكتب؟ اللي كتب. طب ما هو يا مستر عاقل اهو. الحاجه اللي مش هتخليني اختارها كلمه رايتس، لان شكسبير ده راجل في الماضي زمان، يبقى مع السلامه. كانت تنفع لو كانت هو روت، تمام. هو از رايتنج برضه مش تنفع عشان مضارع. يبقى انا كده تبع فكره ايه يا دكتوره؟ فكره حذف ضمير الوصل. ابوس رجلك، بص اللي هكتبه ده. اعرف منين؟ لا انت في الامتحان ان دي فكره حذف ضمير الوصل. انا بقول لك هفكر ازاي اهو قبل ما اقول لك الاختياري. اعرف ان يا مستر ان دي فكره حذف ضمير الوصل وانا جوه الامتحان. بص بقى اهو، هتلاقي ايه يا سيدي؟ هتلاقي في الجمله فعل، وانت هتختار فعل. ايه ده؟ هتلاقي في الجمله فعل اهو، was وانت هتختار فعل اللي هو write يكتب. يبقى في الحاله دي الفكره بتاعت حذف ضمير الوصل. اختار ايه بقى يا سيدي؟ بنختار حاجه من اتنين، يا اما verb ing يا اما past participle. دي مصر كلها عارفاها، انا بختار verb ing او تصريف تاني. انا قصتي مش دي، انا قصتي ان انا اعرف منين جوه الامتحان ان انا فكره حذف ضمير الوصل. هتلاقي في الجمله فعل وانت هتختار فعل. طيب verb ing لو هو معلوم، تصريف ثالث لو مجهول. تعالى هنا بقى يا دكتوره، شكسبير هو اللي كتب، يبقى ده مبني المعلوم، يبقى هختار writing. طب كينج لير دي القصه، هل هي اللي كتبت؟ لا دي اتكتبت، فاختار written اللي هي حذف ضمير الوصل. كلام طبعا غايه في الاهميه، ويا رب لو في اي معلومه انت مش عارفها انت بتكتب، نصيحه لله. تعالى كده بقى يا دكتوره نحل على الكلام ده. بسم الله.